السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ونبينا محمد. نهاركم مبروك، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بخياتي. أهلا وسهلا بكم في قناتي المتواضعة، وإن شاء الله يا رب يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير ومهنيين. ما تنسوش قبل ما تفرجوا الفيديو تحطوا لي هذاك اللايك، إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ العزاز على قلوبكم. اليوم خياتي جيت نشارككم كرتون رمضان 2027 او كيفاش نرتب بيت الخزين، يعني العولة تاع العام. الصراحه حبيت نشارك خياتي واش راني يعني صارفه، واش راني شاريه، واش بقى لي كذلك. نقول لكم يعني هذا اول رمضان ليا اللي نعتمد كرتون رمضان. الله يبارك، نفعتني يا الخيات ما نقدرش نوصف لكم. يعني حتى زوجي ولا غير فرح مسكين، خاطش كنت من حوايج كنت ندسهم ما واش عارف بلي راني ندس فيهم. نقصت علينا هذاك المصروف، سيرتو لي راجل يعود شهر ويعود مش لاهي. راكم عارفين العائلات الجزائريه مش كاع راهم يعني فور يعني هذه الكرتونه ولا بيت الخزين كيما حنا نقولوا، ولا بيت العوله، تنقص لك ولا غير تنقص لك. يعني سبحان الله، اللي حابه تلقط على دويره، اللي حابه تلقط على كريريسه، اللي حابه سبحان الله اي حاجه في قلبك بهذا الاقتصاد، وتعرفي كيفاش تدسي. ما قلناش قلت لي روحك بالشر وكاع خلاص، لا لا، وانما الواحد يعرف باش يسير اموره كيما هاك خياتي. فهمتوني؟ ان شاء الله ما تكونوش فهمتوني فهمه واحده اخرى. المهم بسم الله نبداو، وما تنساوش الصلاه والسلام على سيدنا محمد. حبيت نرحب كامل الاخوات الجدد اللي راه معنا، وتحيه طيبه لخياتي وصديقاتي يعني المتابعات الوفيات اللي نعتبرهم انا خيات الصراحه، ما مش متابعات. الله يحفظهم ان شاء الله يا ربي، يفرحني بكم. بسم الله نبداو. اول حاجه عندنا هذا الكسكس الاغواطي، طعام الاغواط. شوفوا انا عندي كيلو تاع طعام متوسط. شوفوا كما قلت لكم خياتي، النيه كرتون رمضان ولا ويعني الاخرى راها يعني كيما حنا نقولوا بيت الخزين. هاني راه لا لحقنا رمضان، ها رانا ناكلوها في رمضان، واذا ما لحقناش اكيد نستهلكوها في الايام القادمه ان شاء الله، اذا ربي يطول في الاعمار. واصحاب التعليقات السلبيه، اذا يعني اذا ما كانش في العمر بقيه، ها رانا نخلوها صدقه جاريه مورانا، ولا واش قلنا؟ ها سبحان الله. المهم على بالي خياتي كاع ما يعلقوش تعليقات سلبيه، راه يعني الحال من بعضه كما يقولوا، رانا كاع فاهمين على رواحنا، وكاع رجالتنا خدامين حزام كما حنا نقولوا، ما مش لي سبحان الله. شاتين نديروا دويره، شاتين نديروا كريريسه، شاتين سبحان الله نتولوا دويراتنا، نعاونوا رواحنا حنا بهذا بيت الخزين ولا كرتون رمضان. يعني شغل ما تطيحيش اون بان، كي تقدر لك الحاجه ما طيحش اون بان. يقدر لك طماطيش تلقاي، يقدر لك سكيكره تلقاي، يقدر لك مليحه تلقاي كيما حنا نقولوا السكر، تقدر لك طعيمه تلقاي، يجيك ضيف على قيله ما تكونيش خلاقه هاك تبوهي ما عارفه ديري حتى هي. سبحان الله، واحد يسلك راسو وخلاص. سبحان الله. شوفوا انا عندي كيلو طعام كما قلت لكم. عندي هنايا طماطيش، هذا تاع 400 غرام ماهوش رطل، هاي قوطي طماطيش. وعندي قرعة تاع الخل، هذا رفيقي الدائم، قرعة تاع الخل، لأن نشتيه الخل في الكوزينة ما نكذبش عليكم. كيما تعرفوا نعقموا به، نديروه في الشليضه كي يبعد ما كاش الليم. انا ما نشتيش نديروه في الشلاضه، الا كان عندي الليم ما نديرش الخل، ندير حاجه طبيعيه الليم، والا ما كانش هنسلكوا رواحنا بالخل كيما تعرفوا خياتي. هنا عندنا القابسه تاع لاتاي، تعرفون حنا نبوتوا على لاتاي، نديروه مع البغري راك تعرفوا. يجينا ضيف طيب له اتاي كذلك، يعني دائما متواجد في بيوتنا. وعندي هنايا كيلو نتاع التشيشه فريك، ها وينه، وإلا صمنا هاد الايامات ان شاء الله راح نطيب منه اكيد. هاي تشيشه فريك راهي مش مغربله هنايا، ان شاء الله نغربلها تقريبا كيلو تقريبا، خاطر راني نحيت منه. وعندي هنايا قولي مش رطل، ربع رطل نتاع مرمز، راهم يعرفوه الاخوات. هذا المرمز بنتو تهبل في المريقه، تجي تهبل نوعو مرة هاك مرة هاك، مرات نخلطهم في زوج، تعطي واحد البنة تهبل، المرقة تجي خاثرة وبنتها تقول طايبة على الحطب. وعندي هنا كويلو تاع روز، ها وينه، هذا نظن بسمتي هو جاي طويل، ها حتى انا نفضل الروز تاع الروز المصري احسن. هذا بسمتي نحسو ما يشبعش صراحة، مش كيما الروز المصري ما شاء الله عليه.
المهم ها عندي كيلو تاع روز، وعندي الحمص، ها هو هنا كيلو تاع حمص تقريبا كيلو. ها هو راني ديجا ناقع ترطل. ها هو هنا دوك نوريه لكم. هذا نقع نقعته كيما نقولوا البارح. ها هو هنا حوالي كيما تعرفوا الحمص راه زاكي. هذا نقعته البارح، قلت نطيب فيه الايام القادمه ان شاء الله، يعني بشوي بشوي مش حنطيبو كاع ضربه واحده اكيد. كيما حنا نقولوا بالصريره. راني شاركت معاكم في تحضيرات رمضان 2026 كيفاش كنت دايره الصريرات نتاع الحمص، والله غير نفعوني. نهار اللي ما يعودش عندي زيتون ولا ما عنديش واش ندير دوزيام بلا، نجبد هذيك الكبشه تاع الحمص وندير بها دوزيام بلا وتجي تهبل ومزيانه. يعني والله ينفع الحمص. كيما راكم تعرفوا حنا البيوت الجزائريه كاع نطيبوه بالحمص، نديروه في الطعام، نديروه في الرشته، نديروه يعني دوزيام بلا كيما حنا نقولوا مرقه بيضاء. يسلكنا سلك الحاصلين الحمص هو والعدس. عندنا هنا الملح كما يقولوا ناس زمان، الشيعة القمح والبنة الملح. الماكله بلا ملح الله يعين المساكين اللي راهم ياكلوا فيها نسوس. انا هذا راني نحاول نقص الملح قدر المستطاع لانه كما تعرفوا اضراره. المهم وليت ندير ديما بطاطا سكر تاع ملح، خاطره طحت اون بان في الملح. تعرفي حصلت حصله كنت درتو في الزيتون رقدتو قضيت كاع البطاطا الملح. تعرفي اشتقت الملح وكي نخرج برا ننساه. تخيلوا يا البنات. وثاني الزوج ننسى باه نقولوا جيب الملح. قعدنا 3 ايام ولا 4 بلا ملح. منها وليت ندير السكر تاع الملح كل ما نخرج نشري البيضه نحطها. ها يا خياتي. والملح ثاني راني نعقم به الدجاج كي نجي نغسل الدجاج ولا اللحم، ندير ذيك المغيره تاع الملح كبيره نغسل بها كما تعرفوا. والخل التعقيم صح. واش عندي هنايا؟ وعندي هذا الكيلو الزاوج تاع الطعام. هذا سفه، هذا هو رقيق كما تشوفوا سفه. هذا متوسط وهذا سفه. شوفوا ها هو هنا صحة. واش عندنا ثاني؟ وعندنا هذه الشريبة الرقيقة. هاي عندي بطاطا واحدة ان شاء الله كي اذا زاد قضاء ولا حاجة نزيد ندس ان شاء الله باذن الله. وعندي هذو الباكيات نتاع الفلون. انا يا نموت على الفلون، وهذو قعدوا لي من رمضان وشاريه. يعني كنت ديما كل ما نخرج نشري بيضه ونحطها. ها وين الفلون كراميل، نموت على الكراميل. ها وين عندي وحده في فروله. ها كما تعرفوا هذا المصروف خياتي راه مشريناه ضربه واحده. كل مره كان كي يقضي نقلع ونحط، معناتها ماهوش كيما نقولوا دقه واحده شريناه. هادو باكيات نتاع الفلون. هذا بعد شوف لا دات، الا كان يعني لا دات قريبه نستهلكوهم درك ما نقدرش نخبيها من رمضان يعني بلا ما نشوف لا دات كما تعرفوا صحه. واش عندي هنايا؟ وعندي الخميره تاع الكاطو. هنا ضروريه الخميره سبحان الله. نسحقوها ديري بها مسكوت ديري بها. لازم ما نطيحوش اون بان في الخميره. ديما كل ما نخرجوا نشرو 5 باكيات 10 ونحطوهم سبحان الله. ها هذه خميره ان شاء الله اذا كتب الله سبحانه نزيد نشري باكيات باذن الله. وعندي هنايا هذه راني داستها. اني واحد استعملته واحد راني داساته هنايا مخلياته كيما حنا نقولوا في بيت الخزين. راني غيرت المكان، كنت دايرتهم تحت البوطاجي درك راني دايرتهم في واحد الشومبره صغيره حطيتهم تحت الطابله. هذيك بيت الخزين نتاعي. زيد واش كنت راح نوريكم ثاني. راه ناقصها الكرتون في رمضان، ناقصها السكر، ناقصها القهوه، ناقصها الحليب لحظه. هذو كاع استهلكتهم يعني. يعني راني داسه هنايا قهوه الفوق. عندي قهيبه وسكر اللي نمشوا بها درك، بصح ما عنديش تاع العوله السكر والقهوه. عندي هنا ثاني خياتي شوفوا حوالي رطل نتاع مايزينا. هنا راه دفقت لي من بعد نديرها في كاش باطا. المايزينا انايا نشتيها يعني نستعملها ياسر في رمضان ولا غير رمضان يعني. ان شاء الله ثاني نزيد نشري منها خاطر استهلكناها في رمضان ما نحيتش منها ياسر، بصح ندسها بالك نزيدو نسحقوها ان شاء الله صراحه يا خياتي. هذا بخصوص بيت الخزين ولا عولة رمضان 2027 بإذن الله. بديتها يعني سمانة بعد العيد تفكروا حبيباتي.
وكاين اللي تبداها في اوت، وكاين اللي تبداها يعني في سبتمبر، كل واحده كيفاش تبدا، وكاين اللي تبداها بعد العيد مباشره. كاين بعض الاخوات ديجا راهم بداو فيها ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يوفقهم ان شاء الله فيها. نقول لكم حاجه خياتي، انا لو كان ما لقيتش فيها نتيجه كرتون رمضان ما نعاودش نديرها. نفعتني الصراحه، نفعتني. وفي رمضان هذا ما يعني ما استهلكناش ياسر. كنا نشرو صح داك اللحم ولا الدجاج ولا فريميجه كما نقولوا، يعني هذو الحوايج الكبيره اللي يكلفوا، لقيت روحي ناقصه منهم الصراحه. كيما الحمص ها هو هنا، ان شاء الله باذن الله نزيد نشري. كيما تشيشه فريك، كيما حنا نقولوا ما تطيحيش اون بان، ما تقوليش خلاص تقولوا راه قضات ديك الحيه، لابد تبقى شويه منها. وهذه ما وريتها لكمش، هذه حوالي كيلو تاع لوبيا، هذه باينه ماهيش لرمضان، هذا البيت الخزين كيما حنا نقولوا. رايحه نقعها في الماء بالك ندسها، من نطيبهاش، نديرها كيما حنا نقولوا ساشيات صغار ونخبيها في الكونجيلاتور نجبد بالعقل. خاطش كنت كونجلوها يعني واحد النهار صرات لي خطا كيما هاك، طيبتها ودرتهم كامل في ساشي واحده، وروحي انتي وقلعي داك الفتات، هبلتني منها حلفت. وليت كي نطيبها ندير كل وحده في ساشي، وهذيك هي داك النهار اللي نطيب فيه. هاي وين حوالي كيلو تاع لوبيا، وعندي ثاني كيلو تاع عدس مانيش عارفه كاع راني ليحاتو، كون وريته لكم. المهم كاين العدس عندي باه نسلك راسي يعني، ان شاء الله ما نطيحوش اون بان ان شاء الله كاع. المهم ما تنسوش الصلاه والسلام على سيدنا محمد. ان شاء الله انتم ثاني وخياتي تحفزوا، شوفوا الفكره من هذا الكرتون رمضان، باه انتم ثاني وخياتي تحفزوا. واللي كما قلت لكم في البدايه اللي في قلبها حاجه تشريها بشوي كيما نقولوا، بالاقتصاد، بالبيت الخزين، بالعوله، ان شاء الله تلحقي لهذاك الحاجه اللي راكي حابه تشريها، دار ولا كروسه ولا ذهب ولا اللي حبيتيها، ان شاء الله تلحقيها. بهذا كيما كانوا يديروا ميماتنا بكري وجداتنا، كامل كانوا يديروا بيت الخزين، بيت العوله. سيرتو هذوك الرحاله اللي كانوا مثال عندهم الغنم ويروحوا من بلاد لبلاد، ديما مادين معاهم العوله تاعهم تاع العام. وثاني الحجاج يدوا معاهم ثاني العوله بكري، كانوا يخطروا ماكش دركا كيما دركا يخطروا بالطياره، بكري يخطروا يعني في الوسائل النقل البسيطه تعرفوها بدائيه، يدوا معاهم العوله تاعهم حتى يوصلوا. الروينه يدوا السميد، القهوه، كلش كلش كلش. هذه راه من بكري، هذه بيت الخزين ولا العوله ولا كرتون رمضان من بكري، ماهيش حاجه جديده ولا علينا. المهم تشجعوا حبيباتي وديروها ان شاء الله، وان شاء الله ربي يقدرنا ثاني نزيدو نشري حوايج واحد اخرين باذن الله. وهذه انا درك راح نخبيها كيما قلت لكم في البيت الصغيره اللي بنيه، ما نديرهاش تحت البوطاجي، كما عارفين ميديتي تحت البوطاجي والو، نديرها في بلاصه احسن ان شاء الله. ما تنسوش الصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ونبينا محمد، واعطوني رايكم خياتي، واش رايكم يعني؟ هل هذه فكرة مليحة ولا مش مليحة؟ واش يعني؟ واللي مجربتها بالخصوص، اللي مجربتها تقول لي رايها في كرتون رمضان كيفاش نفعتها. وهذيك هي نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، واللي راهم صايمين 6 ايام تاع شوال، ربي ان شاء الله يتقبل صيامكم وقيامكم ودعاءكم. ادعونا معاكم ان شاء الله، ادعونا دعوه زينه ان شاء الله، ربي ييسر امورنا ويفرج علينا يا رب، يرزق كل محروم الذريه الصالحه. وان شاء الله يا ربي اللي في قلبها حاجه يا ربي وصلها لها يا حنان يا منان. وربي بعد علينا عيون الحساد والسحره يا رب يا حنان يا منان، يحفظنا وليداتنا ويفرحنا بهم، وشافي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا حنان يا منان يا رب. شافي لي ميمتي وشافي بوي وشافي كامل مرضى المسلمين يا رب. المهم احنا من هذا المنبر واش نقولوا اللهم تقبل منا رمضان اللي فات وبلغنا رمضان القادم. هذا هو الدعاء تاع الصحابه كانوا يدعوا فيه، ان شاء الله ربي يتقبل رمضان اللي فات ويبلغنا رمضان الجاي ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين. وهذه هي خياتي، ان شاء الله يا رب نتلاقاو في ساعه الخير. وما تنساوش تحطوا لي هذاك اللايك والمشاركه في القناه، باش ان شاء الله نفيدكم ونحط لكم ما هو كل جديد على بيت الخزين كرتون رمضان. يعني جمعتهم هذو المصطلحين مع بعضهم باش ما نلقاش انتقادات. المهم خياتي، هذا هو فيديونا نهار اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا وتشجعتوا، واللي عندها فرزه تحت البوطاجي تفرزها وتحطها اكوتي تفرز صوالحاتها وبيت الخزين تاعها. المهم نقول لكم ما تنسوش الصلاه والسلام على سيدنا وشفينا ونبينا ورسولنا محمد. تهلاو لي في رواحكم ياسر ياسر ياسر،
وقولوا لي يعني كاش حاجه في خاطركم نديرها لكم ان شاء الله اذا قدرني ربي. المهم تهلاو في رواحكم ومع السلامه يا اغلى واعز حبيبات على قلبي. يا ربي فرحني بكم ويعطيكم، نشوفكم ان شاء الله محققين احلامكم. مع السلامه، الى اللقاء.